روي أن آدم عليه السلام لما أخرج من الجنة جلس جبريل وميكائيل يبكيان، فقال الله: ما يبكيكما؟ قال: سبحانك لا نأمن مكرك. قال: هكذا فكونا. فإيه الأمان اللي انت فيه ده؟ طبعا الأول احنا عندنا أثر في الحتة دي أن الله عز وجل أوحى لداود: يا داود خفني كخوفك السبع، خاف مني زي ما بتخاف من الأسد. يعني إيه؟ قال ابن الجوزي، ركزوا مع الكلام ده خطير جدا، قال: والحاصل أن السبع يخاف لبطشه لا لجناية تقدمت، عشان أنا عملت مصيبة فأنا خايف من الأسد، لا، السبع يخاف لبطشه لا لجناية تقدمت، وإنما يفعل ما يفعل ولا يبالي. الأسد ده لو دخل فرتك 10 هتلاقيه خلص وراح ماشي مديهم ظهره بهدوء خالص، وماشي وبيهز ديله وهو ماشي، لا يبالي. وإنما يفعل ما يفعل ولا يبالي، فإن قتلك لم يرق قلبه ولم يتألم، وإن تركك لم يتركك شفقة عليك، بل أنت عنده أخس من أن يلتفت إليك حيا كنت أو ميتا. صح يا جماعة؟ مش هي دي هو ده السبع، هو ده الأسد. بل إهلاك 1000 مثلك وإهلاك نملة عنده سواء. مت انت و1000 واحد زي ماتت نملة، ليه مش فارقة عند الأسد؟ إذ لا يقدح ذلك في عالم سبعيته، هو كده كده ملك الغابة، مش فارقة معاه مين يموت ومين يعيش، هو ملك الغابة. قال: إذ لا يقدح ذلك في عالم سبعيته وما هو موصوف به من قدرته وسطوته، ولله المثل الأعلى. يخاف لأنه الله جل وعلا، ولله المثل الأعلى. ماذا قال سبحانه وتعالى لما خلق الخلق؟ قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. أنت لا يبالي الرب بك أصلا. هؤلاء في النار ولا أبالي، فهذا هو الإله يخاف، وهذا خوف العارفين. لذلك كلما كنت له أعرف أو كنت به أعرف كنت له أخشى. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أعرفكم بالله وأكثركم له خشية. آية في القرآن والله مرعبة. قال الله عز وجل مخاطبا نساء النبي: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة هنعاقبها زي غيرها؟ امال ايه اللي هيحصل؟ يضاعف لها العذاب ضعفين. ختام الآية مرعب. الكلام على نساء النبي. ختام الآية يا جماعة: وكان ذلك على الله يسيرا. أن تعاقب عائشة، بل أن يضاعف لها في العذاب، كان ذلك على الله يسيرا. فأنت مين؟ مين حضرتك؟ أنت وأنا ولا حاجة ولا حاجة. وهؤلاء في النار ولا أبالي. الخوف من الله لله، مش لأنك جاني فخايف العقوبة، ولا لأنك طائع فخايف تحرم حلاوة المناجاة وحلاوة ولذة العبادة. لا، أنا خايف منه.